مساء النور مشاهدينا. قيل إن وراء كل عظيم امرأة، لكن التجارب أثبتت أيضا أن وراء كل حاكم مخلوع امرأة تدفع به حينا إلى الأضواء والسلطة والمال والنفوذ لترمي به في مهالك السقوط بعد أن تحيطه بحاشية فاسدة أحيانا أخرى. ماراثون لجمع الثروات دخلته سيدات أول تفوقت فيه زوجة القذافي حسب تقارير أجنبية، فالسيدة صفية فركاش وهي الزوجة الثانية للزعيم الليبي معمر القذافي الذي أنجب منها ابنتهما عائشة وستة من أبنائه، قدرت ثروتها بنحو 30 مليار دولار. وتملك فركاش شركة الطيران البراق بالإضافة إلى مخزون من الذهب يقدر ب20 طنا، وتطالب الحكومة البريطانية والفرنسية ضمها إلى اللائحة السوداء للاعتقاد بأنها تضخ أموالا لحساب قوات القذافي. سألنا الدكتورة هبة العيسوي أستاذة علم النفس كيف يمكن للشعوب المقبلة على ديمقراطيات جديدة تجنب الوقوع في أخطاء الماضي، وهكذا كان جوابها. لنتابع. هذه المواصفات لازم تكون زي ما بنطلب ان هو يبقى فيه فحص نفسي لكل رؤساء العرب، زي ما برضو لازم يبقى فيه فحص وتأهيل للزوجات علشان خاطر ما يدخلوش في هذا الثالوث من حب المال والسلطة المطلقة وحب الذات، ويبتدي نصل إلى زوجات مفسدة للمجتمع ومفسدة للناس شعبهم. ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي كانت من أكثر زوجات الرؤساء العرب نفوذا، إذ استطاعت أن تواجه نفوذ زوجها السياسي لمصلحة أفراد عائلتها. ليلى تمكنت من تهريب نحو طن ونصف الطن من الذهب بقيمة 65 مليون دولار إلى خارج الأراضي التونسية قبل هروبها وزوجها بيوم واحد فقط، في حين جمدت المصارف السويسرية ملايين الدولارات باسم أفراد عائلتها. أخذنا رأي الشارع العربي وهكذا أجاب. شبابنا ضاع، شبابنا كل راح على como las flores que esconden lodo una mirada هذه دارنا واخواتي والشعب التونسي الكل نتفوه واحد واحد. y al mismo tiempo lo dice الشعب كله من حقه الحاجات دي، فانت تيجي تخصصي لابنك حاجات معينه او تدي له حاجه يعني حاجات يعني مش حق ليه. والviejo mapa فلوس الشعب وماشي. فلوسنا. بما انها بقت زوجة رئيس تحس انها امتلكت كل حاجه. والviejo mapa وهي تكون بس مكانها ان هي تكون في البيت تربي اولادها وتشوف طلبات جوزها. no dice nada y al mismo tiempo no esconde todo como una hoguera que no se apaga. سوزان ثابت مبارك الخاضعة حاليا للتحقيق في مصادر ثروتها هي واحدة من تلك النساء اللواتي تسببن في سقوط أزواجهن من السلطة. سوزان كانت هي القوة المحركة لعملية توريث الحكم في مصر إلى ابنها جمال. ظهورها الإعلامي المقل لم يكن يعكس حقيقة دورها النافذ ومناوراتها السياسية في كواليس السياسة المصرية. أرصدتها المصرفية بلغت 24 مليون جنيه مصري، وهو ما يقارب 4 ملايين دولار أمريكي. للخروج من خلف القضبان قررت أخيرا تسليم 3 ملايين دولار من حسابها الشخصي، إضافة إلى فيلا خاصة تملكها في القاهرة. بين الثروات والثورات درس يلقنه شباب الميادين لحكام كان يهابهم الملايين، مفاده أن لداء السلطة والمال دواء، هو ببساطة كلمة لا، والعبرة لمن يعتبر. شكرا مشاهدينا على المتابعة. عودة إلى زميلة هدى وبقية الأخبار. يعطيك العافية مريم، تقرير